السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. كان ليا تجربة سابقة وتعرفوا السبب اللي أنا بحكيها ليه، يعني تجربة في موضوع القروض. أنا طبعا طول حياتي كنت رافضة قسط القرض اللي من البنوك ده، موضوع الربا وكده يعني حتى كنت محتاجة كذا مرة إن أنا محتاجة سكن أو شقة. يعني حتى في فتاوى صدرت من بعض المشايخ إن لو الإنسان مضطر للضرورة ممكن ياخد القرض، بس أنا يعني أثرت السلامة وقلت أبعد عن الشر وأغني له يعني. فالمهم لفت السنين ودارت بيا، طبعا لا اشتريت شقه اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي، يعني ما اشتريتش شقه وكده. وبعد ما بشتريها وبتبقى باسمي بتحصل اي ظروف بضطر ارجعها للبنك او اضطر ارجعها لاصحابها او كده. المهم ما ليش نصيب، يعني انا فقاعده بالايجار الحمد لله على كل شيء. انا افضل من غيري وظروفي الحمد لله ان انا الاقي ادفع ايجار يعني وكده. المهم من حوالي 3 سنين كان في كده واحده صديقه كانت معايا، جات لي ده في مبادره بتاعت عبد الفتاح السيسي ان في حاجه اسمها قرض حسن تبع بنك ناصر. فانا كان معاشي تبع بنك مصر، رحت حولت وسالت، قال في بنك اسمه في قرض اسمه قرض مسطوره للستات القرويات. طبعا بما ان انا عايشه في مدينه وانا ما عنديش اي خبره لا في موضوع زراعه ولا في موضوع تربيه مواشي وكده. فالمهم كان شرطهم كانت شروط بسيطه جدا بصراحه يعني. قالوا يطلع لك قرض حوالي 75% من المعاش بتاعك بتخصم على سنتين، ومفيش اي فوائد نهائي خالص، الا اذا كان حاجه بسيطه كده، رسوم يعني حوالي 150 جنيه او كده، يعني ايه اجراء بسيط يعني. المهم طلبوا مني انا اصور نفسي جنب مواشي ومش عارفه وايه عشان ما يثبت يعني ايه، يعني كاني كده يعني بقيت فلاحه يعني. المهم رحت مزرعه بتاع ناس معرفه يعني، واتصورت جنب مواشي وكده وبعت لهم الصور، وجبت بنت ضمانتني، وبنتي برضو ما بتتدخلش في قصه القروض دي، بس لما لقيناه قرض حسن فاتدخلت. المهم عدى على خير وخدت القرض من خلال بصراحه اقل من 20 يوم او اقل من شهر. كان القرض كان حوالي 40,000 جنيه، الكلام ده من 3 سنين، يعني كنت محتاجاه للضروره فعلا. المهم اللي انا كنت محتاجاه ليه خلاص، المهم المصلحه اللي انا كنت محتاجه القرض عشانها خلاص انتهت. فحاولت اشغله في اي مشروع او اي شيء او احاول استثمره في المهم ما حصلش نصيب برضه، والفلوس اتصرفت مني، طلع لها كده من تحت الارض ما اعرفش. عداد غاز خد 6000 وما اعرفش، والتليفون بتاعي اتكسر خد له 6000 قصه. المهم لقيته خلال ايه يعني، خلال كام يوم كده الدنيا اتبهدلت معايا. المهم فضلت اسد في الدين دواتي، اتفاجئت ان في حوالي 8000 جنيه زياده على القرض، لان على سنتين كان بيخصموا من معاشي 2000 جنيه شهري، على سنتين بحوالي 48,000. فبقول لهم يعني في 8000 جنيه زياده. انا مش القصه الفكره ان انا رافضه مبدا ان اي فيه زياده، لان الحرمانيه في الزياده اللي على القرض. قال لا دي حياه رسوم. قلت لهم رسوم ازاي؟ انتوا قال لي في 150 جنيه ودفعتها يومها اتخصمت من ال 40,000. المهم عديت على خير وقلت خلاص يا ربنا سبحانه وتعالى اعلم بيا ان انا ما كانش في نيتي ان انا اخد قرض كده، وده يعتبر برضو قرض ربوي. مفيش حاجه اسمها الرسوم توصل ل 8000 جنيه يعني حوالي 40% من نسبه القرض، حوالي كام 25%، ده يعتبر برضه حياه ربويه. المهم سبحان الله، يعني ربنا فتح عليا ابواب جهنم في خلال 3 سنين دي. كميه ديون انا ما اعرفش جات لي منين والله العظيم. امسك الفلوس في ايدي يعني ممكن يقول الشهر راجل المعاش كده اتبهدل واتبعتر، وفلوس تانية بتجيلي من اخواتي ومن هنا ومن هنا، ما فيش اي بركه نهائي، ما فيش اي خطوه عارفه اخطيها. والناس يقولوا طب انت مديونه ليه وما اعمل جمعيات عشان انا اطلع من جمعيه ادخل جمعيه عشان اسد الديون اللي عليا. جت منين من الهوا انا مش عارفه. فدي كانت يعني سبحان الله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى سدها في وشي السنين اللي فاتت دي كلها، ان انا ما اخدش قرض عشان ربنا ربنا مش رايد للشر. والحمد لله على نعمه، والحمد لله عامة هانت يعني، جربنا نطلع من الأزمة دي بإذن الله يعني خلال كام شهر بإذن الله كده. وأتمنى يعني أي حد يسمعني ما يخطوش خطوة القرض دي، حسن ولا غير حسن، لأن دي باب جهنم بيتفتح على الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى ما حرمش شيء إلا لعلة، وما أحل الشيء إلا لعلة. احنا مش هنعرف اكتر من ربنا سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب. يعني ربنا لما ما قدرليش ان انا يبقى عندي شقه ملك، او ان انا اكون مثلا من الاثرياء او من الاغنياء، اكيد لعله. يمكن ربنا سبحانه وتعالى، هو مش يمكن، ده اكيد مؤكد، ربنا اعلم بنفسي وبضعف نفسي اكتر مني. يمكن كنت الله اعلم همشي في حاجه غلط، هستخدم الفلوس ديت في طريق غلط، نفسي هتتغير، هيصيبني الكبر، هيصيبني الله اعلم يعني. فالحمد لله على كل شيء، وانا راضيه وحمده وشكراه. ايه الفكره ان انا بذكر موضوع القروض ده؟ لان طبعا احنا كلنا عارفين المأساة اللي بتعيشها مصر حاليا بموضوع القروض، اللي كل المتخصصين الاقتصاديين حذروا من موضوع القروض. حتى الدول الأوروبية نفسها من خلال التجارب بدأوا يحذروا من القروض، لأن حتة الربا دهيت بتأثر على الاقتصاد. الجماعة اللي دارسين الاقتصاد وفاهمين الاقتصاد عارفين الموضوع دوت كويس. وحذرنا كتير، وناس كتير حذرت من موضوع القروض، بلاش القروض، وخصوصا ان هي ملهاش سبب مهم ولا سبب حيوي، يعني قصة قصور نبنيها او كباري او طرق، وللاسف ادت برضو لحاجات سلبيه. يعني بنينا كباري بدات الحوادث تزيد، بنينا طرق وعملنا طرق منظمه بدات الحوادث تزيد عن الاول، وقلنا بشكل جماعي مش بشكل فردي زي زمان.
فما كانش فيها لها 60,000 لازمة. قعدنا نتكلم نقول الفترة اللي فاتت دي إن اكتشفنا اكتشافات مذهلة حقل زهر، وللأسف مؤخرا اكتشفنا إن حقل زهر ده، الاكتشافات دي مش وهم، هي حقيقة، بس للأسف ما فيش حد يديرها كويس. الأساتذة والمهندسين والناس الخبراء اللي حاولوا يستنزفوا حقل زهر ده وحاولوا يسحبوا منه بشراهة، ده أدى إلى نتيجة عكسية، إني معرفش المياه اختلطت بالغاز، قصة كده تقنية الناس المهندسين فاهمينها، والموضوع ده معروف يعني. حتى طلع احد المسؤولين قال ان حقل زهر في ذمه الله خلاص وانتهى. رجع قال لا ده انت عشتاني. مؤخرا لسه سامعين من كام يوم ان السيد رئيس الوزراء مضى تعاقد مع شركات استخراج البترول والغاز والحاجات دي على نسبه 65% للشركات اللي هتستخرج البترول دهواتي، ومضوا خلاص، وتعاقدنا بعدها بيومين ثلاثه. يعني الموضوع ده كان يوم 30/3، بعدها باسبوع بالظبط يوم 7/3/2026 اكتشفنا ان في عقد او كونتراتو بين وزاره رئيس الوزراء او رئاسه الوزراء، متمثله طبعا في رئيس الوزراء، مع الشركه ديت، ان اكتشفوا ان في فعلا في بترول. يعني الموضوع كان مسبق، كان ممهد له، كان يعني الاكتشاف كان طبعا مش فجأة بين يوم وليلة اكتشفوا الحقل ده. هو يعني هو الحقل كان مكتشف، وكانت الشركات دي مدكنة عليه طبعا لما يبتزوا الحكومة المصرية وياخدوا أعلى نسبة عائد. زي ما قلنا منجم السكري بتاع الذهب برضو، معرفش الشركة الإيطالية ولا الألمانية بتاخد معرفش 75%. طب فين العائد؟ والعائد عقبال ما يوصل لخزانة الدولة ويسدد ديون، يدخل في سداد ديون الدولة، مفيش أي عائد على المصريين نهائي طبعا. فكله شو اعلامي، وكله حاجات مفبركه، وكلها مش مفبركه في الاكتشاف، الاكتشاف موجود لكن ما فيش اي عائد. زي ما احنا قلنا عملنا مشاريع عاصمه اداريه وده كله، عشان المفروض الحياه اي مشروع استثماري في الدوله المفروض بيدر عائد على الدوله او على المواطن. لكن للاسف احنا بنتحول من سيء لاسوأ. الجوع بيزيد، الفقر بيزيد، العبء على المواطن في اي زيادات خارجيه، سواء اسباب خارجيه لدول خارجيه، حروب او غيره تمر بها المنطقه العربيه او المنطقه الدوليه او الدول اللي حوالينا، احنا بيعود علينا احنا بالسلب. احنا اللي بندفع الفاتوره، واحنا اللي بندفع سبب اخطاء الغير، او سبب اخطاء الحاكم المتهور اللي كان بيقول ما حدش يتدخل، انا اعرف اكتر منكم، اسالوني انا ما تسالوش حد غيري. طب انت دلوقتي جاي تطالبوا دلوقتي مسرح اعلامينك عشان يقولوا سدوا ديون مصر، والشعب المواطن والشعب المصري حيلته ايه عشان يسد ديون مصر؟ لا، سد ديون مصر بقى من جيب الحراميه اللي سرقوا البلد، اللي هم صندوق اساسا. يعني ايام محمد مرسي الله رحمه الله عليه، اول حاجه كان عاملها قال انا هسحب الاراضي كلها اللي على الطريق الصحراوي دي، وكل الطرق، كل الاراضي والمنتجعات اللي متاخده من الاراضي المصريه بملاليم، واستغلها رجال اعمال يعملوها منتجعات وفلل ومدن هاي كلاس لناس مستوى معين، تنسحب منهم او يدفعوا. يعني ما ينفعش تاخد متر ب 50 قرش مثلا، ويتعمل مثلا فيلا تتباع ب 15 مليون. ده الكلام ده من ايام محمد مرسي من 13 سنه يا جماعه. طيب طبعا لما نيجي الاعمال ربنا يهديهم، لما لقوا الشده دي والخطوه دي من رئيس محمد مرسي، طبعا كله قلب عليه، وشفنا الخطه اللي اتعملت على الرجل وعلى الانقلاب عليه، وكانت واضحه من الكل وما خبوش. يعني جه عماد جاد وحكوا على القصه اللي اتحكت بره، راحوا امريكا ما اعرفش عملوا ايه واجتماع ايه، وكانت منى مكرم عبيد والشله النصابين وسوارس، وكل الخطه اللي اتعملت، واتجمع معاه الاخوه الاقباط اللي انضحك عليهم وقال لهم ده عشان الاخوان دول متشددين، مع ان معروف الاخوان دول فصيل وسطي، ده هيعملوها يدفعوكم الجزيه ويعملوا لكم كلام من ده كتير. خوفوهم، مش هنفترض نظريه المؤامره، يعني تم تخويف الشعب من الاخوان عشان ينقلب عليهم، وحصلت فعلا وكان. طيب يبقى انتوا بقى نفس رجال اعمال دلوقتي، السيسي المفروض يطالبكم بقى ان كنتوا برضو تشتركوا في سداد ديون مصر. يعني انت يا سوارس اللي معاك ما اعرفش 400 مليار ولا كام مليار، ولا الفنانين لا، ولا غيره وغيره 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 اللي معاهم مليارات، لما تلاقي يشتركوا هم بقى في السدود. احنا خدنا ايه عشان احنا كنا ايه عشان نشرب عليه؟ احنا ما زلنا بندفع فاتوره مش بتاعتنا اصلا. يعني احنا ازددنا عبئا فوق عبئنا، وازددنا ديونا فوق ديوننا، وازددنا هما وغما فوق غمنا. لا، يبقى اولى بك يا رئيس الجمهوريه انك انت تدفع لحبايبك اللي صندوق وعملوا انقلاب على الناس المحترمه اللي كانت هتشيل البلد. يبقى انتوا بقى تدفعوا، مش احنا اللي ندفع. ما تجيش طالب الشعب وتقول له ادفع، احنا ما نعرفكمش، انتوا بعتوا البلد للاغراب، انتوا بعتوا البلد للاغراب. ما يجيش واحد زي نجيب ساويرس بيروح بيع ممتلكاته، لما يتزنق بقى يبيع ممتلكاته الامارات وغيره ويروح يسافر على بره ويهاجر بره، وغيره، واحمد عز وابناء مبارك
وناس كتيره. البلد ما شاء الله هم 1%، اي نعم، بس 1% او 2% ما شاء الله، يعني ربنا يزيدهم مال. احنا ما بنحقدش عليهم والله، بس نقول اولى. يعني لما تيجي تطلب من حد يتبرع بمال مثلا لحد فقير، ما تطلبش من الفقير، لا اطلب من الغني. ربنا يزيده، وسبحان الله ربنا يعني ادفع ربنا هيزيدك اكتر، سبحان الله ربنا هيزيدك خير اكتر. فانتوا ادفعوا بقى، مش انتوا مش في اخوان بتقولوا احنا اخوان، واحنا على افترض يعني نظريه المؤامره، وان احنا اخوان يعني، وان احنا ضد البلد، وان احنا بنهدي في البلد. لا، دي حاجه بسيطه ومستطاعه بالنسبه لكم. يعني اللي معاه 100 مليار ولا 400 مليار لما يتبرع ب 5 6 مليون ولا 10 مليون، ما يعني دي نوايا جنب بحر، ولا ابره كانت في جم جش. فمش مش هيضرك في شيء، لكن هيضر المواطن المسكين الغلبان، اللي العقيده عند السيسي ان الشعب المصري نايم على بحر من الاموال، واضغط عليهم اكتر وهيطلعوا دي تحويش. طب الناس طلعت خلاص تحويشه العمر وخلاص، وبيكحوا تراب، خلاص انتهت على كده. ولا طلع لك من كام يوم برضو يقول لك اكتشفنا مياه علاجيه تحت نهر النيل، ده نهر كبير وما اعرفش على عمق 900 متر، وطلعنا صولجان وقصص وروايات. اقسم بالله البلد دي لو بتعوم على بحر من الذهب وبحر من البترول، مش هتجم لها جمل ان جيبها مخروم، والحراميه كتير، الاطماع كتير، وعندهم شراهه في السرقه. فمهما حتى مهما يكون البلد فيها خير اصلا ومنهوب، فما تضحكوش علينا. خلاص ما عدناش ناكل من الكلام ده. قلت اكتشفنا الاثر الفلاني، ولا اكتشفنا البحر الفلاني، ولا المنطقه الفلانيه، ولا الدوله الفلانيه. كل ده كذب في كذب في كذب في كذب، بتلهونا بيه باعلامكم الكاذب. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.